لماذا تبتعد المرأة رغم أنك تمنحها كل شيء؟ يعتقد أغلب الرجال أن كثرة العطاء تجعل المرأة أكثر تمسكاً بهم وأكثر تقديراً لوجودهم. لكن الحقيقة التي لا يعرفها كثيرون هي أن العطاء المفرط قد يكون هو السبب الرئيسي في ابتعادها عنك. إذا كنت تقدم كل شيء داخل العلاقة ومع ذلك تشعر أنها تبتعد تدريجياً، ففي هذا الحديث ستفهم السبب الحقيقي بعمق. في بعض العلاقات العاطفية نجد أن بعض الرجال يدخلونها بنية صادقة تماماً. يقدمون وقتهم واهتمامهم وحبهم بسخاء حقيقي. لكنهم يفاجؤون برد فعل غير متوقع من الطرف الآخر. تبدأ المرأة بالبرود ثم بالابتعاد وقد تنهي العلاقة تماماً. وهذا غالباً بسبب أخطاء يرتكبها الرجل دون أن يدرك أنه يرتكبها، وهو يظن في قرارة نفسه أنه يفعل الصواب. الخطأ الأول هو إعطاء كل شيء بسرعة كبيرة منذ البداية. عندما تعطي المرأة كل شيء منذ اللحظات الأولى فإن دون أن تشعر تلغي عنصر التحدي في العلاقة. وهذا يؤثر بشكل مباشر وعميق على انجذابها لك. المرأة بطبيعتها تنجذب لما تشعر أن له قيمة حقيقية. وما له قيمة حقيقية لا يكون متاحا بسهولة أو بشكل دائم ومستمر. لذلك عندما تكون متاحا طوال الوقت وتعطي دون تدرج أو حدود واضحة تصبح في نظرها أمرا عاديا ومتوقعا. ومع الوقت لا تفقد فقط عنصر الغموض الجذاب، بل تبدأ قيمتك في الانخفاض التدريجي. وهذا ليس لأنك شخص سيء أو لأن حبك غير حقيقي، بل لأنك أصبحت متاحا أكثر مما ينبغي. الخطأ الثاني هو فقدان التوازن داخل العلاقة. عندما يفقد الرجل توازنه داخل العلاقة يبدأ تدريجيا في نسيان نفسه. يصبح تركيزه بالكامل على الطرف الآخر، إرضاؤها، متابعة تفاصيلها، وكأن حياته كلها تدور حولها فقط. لكن هذا السلوك لا يجعل المرأة ترى قيمته أكثر، بل قد يفقده جزءا كبيرا من جاذبيته. لأن المرأة تنجذب للرجل الذي يملك حياة خاصة وأهدافا ومساحة شخصية لا يتخلى عنها من أجل أي شخص مهما كان. وعندما تلاحظ أنك تخليت عن نفسك من أجلها تفقد الشعور بأنك رجل مستقل وقوي. ومع الوقت تبدأ بالنظر إليك بطريقة مختلفة لم تكن تريدها. الخطأ الثالث هو التكرار والروتين القاتل. عندما تفعل نفس الأشياء بنفس الطريقة في كل مرة تصبح شخصا متوقعا تماما في نظرها. وهذا يقتل عنصر التشويق الذي يحافظ على حيوية المشاعر وعلى الرغبة في الاستمرار. لا مفاجأة ولا غموض ولا أي تغيير يكسر الروتين. وكل شيء يصبح مألوفا أكثر من اللازم. والإنسان بطبيعته يمل مما يعرفه جيدا ولا يفاجئه. لذلك تبدأ الإثارة في التراجع تدريجيا دون أن تلاحظ. ومع الوقت لا تختفي المشاعر فجأة، بل تضعف شيئا فشيئا لأن العلاقة فقدت الإحساس الذي كانت عليه في بدايتها. الخطأ الرابع هو العطاء بدون حدود. عندما تعطي بشكل مبالغ فيه ودون حدود واضحة فإنك تعلم الطرف الآخر كيف يتعامل معك. يتحول عطاؤك من شيء مميز إلى أمر عادي ومتوقع. ومع التكرار تقل قيمة ما تقدمه، ليس لأنه بلا معنى بل لأنه أصبح متوفرا دائما وبدون مقابل حقيقي أو تقدير حقيقي. والإنسان بطبيعته لا يقدر ما يحصل عليه بسهولة واستمرار. لذلك تبدأ قيمتك في الانخفاض دون أن تشعر ويصبح عطاؤك شيئا مسلما به، وكأنه حق مكتسب وليس ميزة تحسب لك. الخطأ الخامس والأخير هو محاولة الإرضاء الدائم. عندما يحاول الرجل إرضاء المرأة في كل شيء وفي كل موقف يعتقد أنه يحافظ على العلاقة ويتجنب الخلافات. لكن الواقع عكس ذلك تماما. هذا السلوك يجعله يفقد تدريجيا هيبته ومكانته في نظرها. فتبدأ المرأة برؤيته كشخص يتنازل بسهولة ولا يملك حدودا واضحة.
بينما هي بطبيعتها تنجذب للرجل الذي لديه رأي وشخصية مستقلة حتى لو اختلف معها أحيانا. وعندما تلاحظ أنك تسعى لإرضائها دائما على حساب نفسك، فإنها لا تشعر بالراحة كما تعتقد، بل تفقد جزءا من احترامها لك. ومع الوقت قد تتغير مشاعرها تجاهك بشكل لا تتوقعه. وفي النهاية يمكننا القول بوضوح تام: المرأة لا تبتعد لأنك لم تعطي، بل لأنها شعرت أنك أعطيت بطريقة أفقدتك قيمة. وهذا فرق كبير جدا لا ينتبه له كثير من الرجال. فالحب لا يعني أن تفقد نفسك داخل العلاقة، ولا أن تقدم كل شيء دون وعي أو حدود. لأن العطاء عندما يفقد توازنه يفقد تأثيره أيضا. الرجل الحقيقي لا يقاس بكم يعطي، بل بكيفية عطائه وبقدرته على الحفاظ على نفسه وشخصيته وثباته. وفي نفس الوقت يحب ويهتم بشريكته. لأن التوازن هو ما يجعل العلاقة تستمر. وهو ما يجعل المرأة تتمسك بك أنت وليس فقط بما تقدمه لها. أتمنى دعمكم بالاشتراك ومشاركة هذا المحتوى مع أصدقائكم، ولا تنسوا كتابة آرائكم في التعليقات. نلتقيكم في حلقة قادمة.